السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة مع بعض هنعمل حاجة حلوة قوي بمكونات بسيطة جدا بنكهة الليمون. طعمها حلو قوي، لو جربتوها هتعتمدوها على طول. كيك يومي اقتصادي جدا ببيضة واحدة ومكون سحري هيخلي الكيك اسفنجي ومرتفع، هش وخفيف اسفنجي ناجح 100%، والطعم ولا اروع ولا احلى من كده، من غير خلاط ولا مضرب كهربائي. اتمنى انكم تجربوها وان شاء الله هتعجبكم، بس امشي على الخطوات مظبوطة والمكونات وطريقة التحضير، وإن شاء الله هتطلع معاكم مظبوطة 100% وطعمها خيال. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف عملناها ازاي. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوا قناتي، ويلا نبدأ. في بولة هحط فيها بيضة كبيرة بدرجة حرارة المطبخ، وظرفين من الفانيليا، وكوباية سكر كبيرة. الكوباية اللي هستخدمها اللي هي عيارها من السوائل 250 ملي. وبالمضرب اليدوي هقلب البيض مع الفانيليا والسكر كويس جدا لغاية لما توصلي للقوام واللون الأبيض الفاتح الكريمي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هضيف عليهم 3/4 كوباية زيت، ونقلب علشان الزيت يندمج مع المكونات كلها كويس جدا. بعد كده هضيف معلقة صغيرة من بشر الليمون. تبشري الليمونة بأنعم حاجة في المبشرة، وما تاخديش القشرة البيضة، خدي الخضرة بس أو الصفرة اللي بتبقى على يعني فوق البيضة، تمام، القشرة البرانية. هضيف بعد كده 3/4 كوباية حليب بدرجة حرارة المطبخ. هضيف عليها ربع كوباية عصير ليمون. بما ان احنا بقى يعني هنعمل كيكة بطعم ونكهة الليمون، فهنحط عصير ليمون ربع كوباية، هنكمل بيها الكوباية الا ربع اللبن، وهضيف معلقة صغيرة من بشر الليمون. يبقى انا كده كملت كوباية الا ربع الحليب بربع كوباية عصير الليمون، بقت عندي كوباية من الحليب على عصير الليمون. ممكن تستبدلي قشر الليمون وعصير الليمون بالبرتقال، ممكن تستغني عنهم خالص وتستبدليهم بالحليب او بمية. نقلب المكونات دي لمدة مثلا دقيقة او دقيقتين علشان السكر يدوب كويس، عشان لو ما كانش داب يعني. وبعد كده هضيف الدقيق، هستخدم كوبايتين الا ربع من الدقيق الفاخر. هضيف على الدقيق معلقتين من النشا بيخلي الكيكة ناعمة وبيضة وهشة. وهضيف كمان بيكنج باودر 16 جرام، الكيس 16 جرام. هضيف كمان ذرة ملح بس للأسف ما اتصورتش. هقلب كله في اتجاه واحد. حسيت ان العجينة تقيلة شوية فضفت عليها حوالي 3 معالق من الحليب، وهقلب في اتجاه واحد، وكده بقى القوام مظبوط معايا بالشكل ده، تمام. اهم حاجة انك تقلبي في اتجاه واحد وتنخلي الدقيق قبل ما تستعمليه علشان الكيك يطلع هش وخفيف ومرتفع. عندي صينية مقاس 26، ممكن تستخدمي مقاس 24. دهنتها بسمنة وبعد كده بطنتها بشوية دقيق بالشكل ده، وبعدين نزلت خليط الكيك. بعد كده هخبط الصينية خبطتين 3 كده علشان اخرج الهواء الزيادة منها. بالنسبة للتسوية هيدخل فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 على الشبكة في النص، والفرن يكون شغال من تحت بس، وما نفتحش عليها إلا بعد نص ساعة أو 35 دقيقة علشان ما تهبطش معانا. هي بتاخد في الفرن حوالي 45 دقيقة وهتلاقيها استوت. لو الوش احتاج ياخد لون شوية ولا عليها الشواية دقيقة كده لغاية ما اللون يبقى دهبي لونه حلو، وتخلي بالك علشان ما تتلسعش منك. وده شكلها بعد التسوية، جميلة اهي، هشة وخفيفة. هقلبها، بقت بالشكل ده هشة ومرتفعة وسكرها مظبوط جدا وطعمها حلو قوي من طعم الليمون اللي فيها، بصراحة مخليها طعمها خطير. هضيف بقى مربى مشمش او ممكن عسل نحل بالشكل دوت، هفردها على وش الكيكة. بعد كده هزينها بالسوداني المجروش. الخطوة دي براحتك، ممكن تستغني عنها وتاكليها كده، هي حلوة مش محتاجة اي حاجة تاني. او ممكن تعملي زي ما انا بعمل كده، وممكن كمان تستبدلي السوداني بجوز الهند او مثلا فستق مجروش، تمام.
بس انا يعني حبيت ادلعها شويه واحط لها شويه كده المربى، بتديها لمعه حلوه وطعم حلو، وكمان السوداني المجروش بيديها شكل حلو وشكل جمالي حلو يعني. شايفين شكلها جميل ازاي؟ هشه خفيفه مرتفعه، طعمها خيال في منتهى الجمال. اتمنى انكم تجربوها، امشوا على الخطوات مظبوط وطريقه التحضير، وان شاء الله هتعجبكم وهتعتمدوها. وبس كده، ما خدتش معانا 10 دقايق. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفي قناتي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.